السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم جدا ومشروع مهم جدا وكلام مهم جدا. كوباية الشاي أو القهوة بتاعتك الجميلة واقعد استقنيص معايا الدقايق دي ليه؟ كتير من الناس إخواتي وحبايبي اتصلوا بيا وبعتوا لي على الواتس وبعتوا لي بتاع تعليقات على الفيس. عايزين إيه؟ عايزين دراسة جدوى مبدئية لمشروع محل قطع غيار موتوسيكلات. تمام؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده الموضوع اتكلمت عنه كتير قبل كده، ولكن المرة دي هجيب لك تفاصيل مهمة جدا. تمام؟ هتتعلم منها حاجات فوق الممتاز، ولو انت ناوي تفتح المشروع ده بإذن الله هخليك بيرفكت من الفيديو ده. صلى على النبي. أول حاجة يا سيدي الفاضل، بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه نويت؟ هتفتح محل قطع غيار موتوسيكلات، تروسيكلات، تكاتك. ماليش دعوه بقى الحاجه اللي مش تخصصي، ماليش دعوه بيها. بتكلم على ايه؟ الحاجات سكوتر، الحاجات الخفيفه، النقل الخفيف. تمام؟ سمينا ونوينا معايا فلوس. مش شرط قد ايه. شوف انا هبسط لك الموضوع خالص، هجيب لك الموضوع جميل جدا باذن الله، هخليك كانك اسطوره في المجال. اول حاجه، انت عايز تعمل ايه؟ دورة راس مال سريعة. أنا معايا 50,000 100,000 200,000، عايز أشغلهم مش عايز أركنهم. يبقى أنا في الحالة ديت لازم أبدأ بحاجة مهمة جدا اسمها إيه؟ المستهلكات. يعني إيه؟ يعني أنا ما أروحش معايا الفلوس أروح لتاجر أو لمصنع أو لوكيل أقول له لو سمحت أنا عايز أفتح محل قطع غيار واديني من عندك. طيب أديك إيه؟ والله شوف لي فاتورة كويسة شكلها لي كويس. ده حصلت من ناس وفشلوا ما كملوش سنة وقفلوا. ليه؟ لان انا اسف والله، في ناس محترمه كتير جدا، لكن محدش هيدي لك فاتوره بروفيشنال ممتازه كامله. لا، لازم يدي لك فيها حاجه واقفه عنده يلبسها لك في المره، او يديك من شيء مثلا اعداد كبيره. مش هيديك الحاجات اللي انا هقولها لك. تمام؟ طيب، مع انه هو كده كده كسبان مش هيخسر، بس هو برضه عايز ايه؟ يريح دماغه، يلا خد وخلاص، ومش هيشيل همك الا من رحم الله، عشان ما نسوءش الظن بالناس كلها. طيب هنعمل ايه؟ نبدا ازاي؟ اول حاجه، انت منين؟ اشمعنى؟ هيختلف من مكان لمكان، من محافظه لمحافظه، من مركز لمركز. ليه؟ لان انت لو قلت لي انا من كفر الشيخ، هقول لك يا باشا المكنه اللي ماشيه عندك غالبا هتشتغل في داير 40 وجن 8، المسطره ماشيه كويس، هتلاقي في عندك مثلا بوكسر كويس. تمام؟ فالمنطقه اللي انت فيها هي اللي هتمشيك. السوق مش بمزاجك. اوعى تفكر ان في تاجر بيمشي سوق. السوق اللي بمشي التجار. فانا هشوف الموتوسيكلات اللي في المنطقه بتاعتي اللي في بلدي اغلبها ايه. اوعى تبص في الشارع تلاقي مكنه تي في اس او مكنه بوكسر او مكنه هوجن اف 250 تقول انا هروح اجيب قطع غير المكنه دي. انت كده فاشل وهتفشل. ليه؟ انا عايز الاكتر. ليه؟ لما الاقي مثلا عندي 100 مكنه هوجن جامبو، 100 مكنه دور 4، مكنه واحده هوجن اف 250، لما اروح اجيب لي اف 250 بند واحد ده كده مرمي. انا هستنى المكنه دي عما تعطل، والله اعلم هيجي لي ولا لا. لكن عندي 100 مكنه، اقل حاجه هيجي لي منهم 3 4 مكنات. فهمت حاجه؟ يبقى انا هشتغل على الشعبيه اللي عندي. يبقى رقم واحد هشوف انواع الموتوسيكلات اللي ماشيه عندي ايه. رقم اتنين ولا تقل اهميه، هشوف قطع الغيار اللي عندي ماشيه ايه. الزبون اللي عندي بيثق في خامه ايه. في ناس بتثق في انزو، في ناس بتثق في الجندي، في ناس بتثق في اي بي او، في ناس بتثق في مثلا اللي هي الرحمه الندى. في فكل زبون للاسف بيبقى الصنايعي موجهه يقول له ايه، والله انت هتروح تجيب صباب هات النوع ده اهو. ليه؟ عشان النوع ده صلب ومحشي شوكولاته من جوه ومش عارف ايه. هو الصنايعي ممكن يكون مش فاهم حاجه، بس هو دخل في دماغ العميل ايه؟ نوع معين. فانا ماشي على دماغ العميل. دماغك ما تسواش الا في حاله واحده، لو انت صنايعي. ليه؟ يعني انا الزبون بيجي لي، انا صنايعي مش صاحب محل قطع غيار، بس انا يوم ما بدخل قطعه غيار موتور عندي لازم تكون انضف حاجه في السوق قطعيا ومجربها. ليه؟ لان انا اللي هشتغلها. فالصنايعي بيجي يرمي لي المكنه ويمشي. الزبون ما بيقوليش راكب كذا، انا عايز حاجه نظيفه وخلاص، ويمكن ما بيقولهاش، هو عارف ان بفضل الله هياخد انضف حاجه. انت مش صنايعي، لا انت هتديله قطعه الغيار وهو يركبها عند واحد تاني.
فانتوا الاثنين هترموها لبعض بعد كده. لو حاجه بايظه انت هتقول ده الصنايعي راكب غلط، والصنايعي هيقول لا ده انت جايب حاجه وحشه. فهمتني؟ غير لما تكون انت اللي تركب بايدك. فلازم تعمل ايه؟ تشوف قطع الغيار اللي ماشيه الزباين بتحب ايه. تمام؟ يبقى رقم واحد نوع الموتوسيكل اللي انا هجيبه. انا هجيب قطع غيار الايه؟ داير 4 ماشي. طيب نوع الشركه اللي انا هجيب منها، اسم الشركه. عرفنا دول، صلى على النبي، خدناها في جنب. عندي بقى في حاجه اسمها قطع غيار متشابهه. يعني ايه؟ يعني مثلا ده كشف قطع غيار، تمام؟ عندي مثلا استك البطاريه بيمشي على اي بطاريه، على اي موتوسيكل. مسطره، مش عارف ايه، تمام؟ سهل يركب على اي حاجه. بوجيه، البوجيه بيركب على اي نوع موتوسيكل. انا ما عنديش اصلا في السوق كله غير 3 انواع بوجيهات بس. البوجيه بتاع المسطره او الدار 40 والدار 4 والهوجن 4، كل ده واحد الصيني. وفي البوكسر وفي الداي 6، 3 انواع في السوق كله. فانت لما تروح تجيب بوجيهات هتجيب مثلا 20 بوجيه صيني. يا 20، هات 20، ما تجيبش العلبه فيها 10، هات 20 بوجيه. ليه؟ مش هيخسر معاك. وهات علبه بوكسر وعلبه داي 6 هيكفوك يجي سنه. ليه؟ انت ما عندكش بوكسر ولا داي 6 بس هتحتاجهم. هات 2 بوجيه من ده و2 من ده، مش لازم علب، مش لازم 10 و10. تمام؟ طيب في سلك دبرياج بيمشي على اي موتوسيكل. تمام؟ اي نوع موتوسيكل سلك الدبرياج الداخلي بيركب عليه. الاكور بيركب على اي حاجه. ورق الدبرياج كل الصيني ورق دبرياج واحد. كل الصيني ورق دبرياج واحد. بليا 6302 ماشيه في كل المكن، 6202 ماشيه في كل المكن. بليا 6301 هات منها عدد صغير لان مش في كله. جلد فلانشر وجلب ترس خلفي ماشي على كل المكن. تمام؟ جلد الفلانشة الهوجن 3 هتشتغل معاك، البوكسر هيشتغل معاك كويس. الجلب ماشيه هوجن دور 40 دور 4 الجلب بتاعته واحده. تمام؟ عندك ايه تاني؟ آلات الجر طبعا كل اصدار له الحاجه بتاعته، لكن دور 40 ودور 4 وهوجن جامبو كل ده واحد. بيختلف في ايه؟ اسنان التروس بس، وطبعا ممكن بتتعدل. فالموضوع سهل، في حاجات متشابهه هتجيب منها كتير. ده اللي هيمشيك، دي اسمها المستهلكات. غير الزيت، هتجيب زيت نظيف وتحطه عندك بيمشي لاي مكنه. البساتم والشنابر، الصوابات، الحاجات دي مستهلكات وبتمشي. يعني مكنه 150 هيمشي لها اي صباط 150. فهمت؟ فالموضوع هيمشي معاك كويس. هتقول لي انا فهمت الكلام ده وكلام جميل جدا، تكلفه مبدئيه. هقول لك صلى على النبي. انا عندي لو انت معاك 50,000 ممكن تفتح محل. طيب افضل محل هيعدي 500,000. لو انت هتجيب حاجه نضيفه هتفتح محل كويس. طيب كل ما تزود افضل. يعني انت لو معاك شريك ودخلت في مليون و2 مليون مصلحه. ليه؟ لان هتدخل شركه. يعني مثلا توكيل زي توكيل ابو حوا ما شاء الله ممكن يطلع لك حاجات، بس توكيلات ما بتطلعش الا كراتين. فما ينفعش يكون عندك 100,000 ادخلك شركه. ليه؟ مش هتعرف تجيب منها حاجه، هيديك كرتونه شكرا باظت. فلوسك ضاعت في كرتونتين 3 اللي هم صنفين 3 اللي انت عايز تجيب اصناف كتير. يبقى هتروح لتاجر جمله. يعني انا لو معايا 50,000 70,000 60,000 الكلام ده يفتحوا لي محل كويس. بس هتبدا ازاي يا بطل؟ اول حاجه عرفنا المكن، عرفنا الانواع، هتيجي نكتب كشف بقى. ايوه جينا للنقطه المهمه. قول لنا بقى الكشف لان ده اللي بيقف عندنا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المستهلكات ايه في المكن؟ ايه اللي شغال في المكن باستمرار؟ الزيت، لا يخلو من عندك زيت. ورق دبرياج، لا يخلو من عندك ورق دبرياج. سلك دبرياج، اكور، سلندر. طب السلندر هجيبه ازاي؟ ما احنا كل مكنه لها سلندر. يا باشا انت عندك ايه؟ الانواع المكن. عرفت بقى ان انا لما اعرف البندين الاولانيين هيسهلوا عليا كل حاجه بعد كده. انا اكتر مكنه عندي ماشي ايه؟ داير 4 وهوجن جامب. يبقى انا هجيب سلندر داير 4 وسلندر هوجن جامب. السلندر بكام؟ 900 جنيه و800 جنيه وفي اقل من كده. ولو انت ربنا يسر الامور وناوي تفتح هتبعت لي رساله على الواتس، هعرفك على شركات اسعارها فوق الممتاز. هتاكل عيش كويس في المنتج، وفي نفس الوقت مش هتغش زبون لان حاجات متجربه واصليه ومحدش يعرف عنها حاجه. فهمتني؟ يعني اغلب الميكانيكيه ما بيتعاملوش معاها. ليه؟ لان ما بيعرفوش ياخدوا من وراها كتير. فهمتني؟ فعشان كده ما بيتعاملوش معاها قوي. فهعرفك على الحته دي.
طيب يبقى انا عندي سلندرات، صبابات. الصباب بتاع الهوجن جامبو هو الضوء 4، هو الهوجن 8 هو الضوء 40، ال 150 واحد. هتجيب مثلا 3 4 تطقم. الطقم بكام الصبابات؟ 150 140، في اقل وفي اكتر. تمام. طيب عندك ايه؟ آلات الجر هتجيب منها، هتجيب مثلا آلتين جر هوجن جامبو، آلتين جر ده 4، آلتين حسب الانواع اللي ماشيه معاك، آلتين جر من كل نوع. آلة الجر بكام؟ معاك من 270 280 لغايه 500 جنيه. تمام. ده انا بقول لك الحاجه بالاسعار عشان انت تكتب ورايا عشان تعرف انت هتجيب ايه. تمام. طيب جبنا آلات الجر، جبنا ورق دبرياج، ورق دبرياج كله بيمشي لبعضه، طبعا ورق الدبرياج هيعمل لك من اول 65 جنيه لغايه 130 جنيه و140 جنيه. تمام. طيب في عندك ايه تاني؟ قلنا غيارات الزيت، طقم جوان، طقم جوان راس، طقم جوان موتور كامل، طقم جوان موتور كامل معاك من اول 65 جنيه لغايه 130 جنيه. معاك طقم جوان راس من اول 20 جنيه لغايه 50 جنيه. البوجيه معاك من اول 15 جنيه لغايه 25 جنيه و30 جنيه. في اعلى من كده بس انت خليك في الحاجات الشعب اللي ماشيه اللي منتشره عشان ما تبقاش خلقه عن غيرك. فهمتني؟ بيبه البوجيه، فلتر هواء، الكلام ده كله. طقم ظرف جدون ده هتحتاجه كتير. تمام. بلي ورا وبلي قدام اللي هي 6302 و6202، هتحتاج الكلام ده 6301. تمام. هتحتاج كتل كهرباء يمين وشمال، هتجيب طقم من كل كتله. يعني طقم هوضه 4، طقم هوجن 4، حسب المكن اللي ماشي عندك. ما تكترش حاجات كهرباء، لا طقم. هتجيب الكتروني واحد، لايت مارش واحد، بلاطه شحن واحده، مبين التكرير واحده، حامل بطاريه واحد، استك بطاريه هات 10. تمام. هتجيب علبه فيوز 2. الكلام ده كله لما تيجي تجمعه في الاخر هتلاقي 50 60 70 الف جنيه، وانت عندك اغلب الاصناف اللي ماشيه في المكن. يعني لو واحد دخل لك عايز عمره هتلاقيها عندك، عايز سلك دبرياش موجود، غيار زيت موجود، طقم موجود، والله انا عايز اسلك بطاريه موجود. يبقى انت جمعت اغلب الحاجات وانت ما فيش معاك 50 60 70 الف جنيه. الناس هتستغرب ازاي عنده كل حاجه ليه؟ انا جبت من كل بند نوع 2 3 على قد فلوسي. طب هو في تاجر هيقبل يديني كده؟ في ناس ولاد حلال كتير يا عم، على فكره والله العظيم الناس فيها خير، والناس نفسها تخدم، والناس نفسها تنفع الناس، بس انت بتقع في ناس تانية بس. لكن في ناس كتير جدا كده والله. انا الحمد لله ربنا كرمني في 2 ولاد حلال انا بتعامل معاهم. انا فتحنا انا وهم مشاريع لناس كتير. والله لو معاك 10000 جنيه بيديلك بيهم، وبيديلك اللي انت عايزه، اللي انا اكتبه بديهوله او اللي انا اقول له عليه. ومن غير ما اقول له كمان، هو بعت له الراجل يقول له يا عم انت هتحتاج 1 2 3 بما يرضي الله. شوف، لا هي الناس كده ما شاء الله. فموجود. انت بس قرر وانوي وظبط امورك. انا قلت لك اللي فيها هتجيب المستهلكات. ما تروحش بقى تجيب لي جنط، ما تروحش تجيب لي شاسيه، ما تروحش تجيب لي فخده موتور، ما تروحش تجيب لي بتاع مثلا ايه، فردين كاوتش ورا قدام. طب افرض واحد طلب مني طقم صاج او الكلام ده. يا حبيب قلبي بالطلب يعني ايه؟ انت كده كده بتتعامل مع واحد او مع عربيه. واحد عايز عمره فوق وتحت وانا ما عنديش. النهارده تكون موجوده عندك معاك الموتوسيكل بتاعك، اطلع هاتها وتعالى. مش هكسب فيها كده. مش لازم تكسب في البدايه. انت بتكسب في حاجات، في حاجات مشيها شهر 2 3، لما ربنا يكرمك وتكمل محلك هتلاقي نفسك بتكسب. تمام وكويس جدا. فانت دي البدايه بتبدا كده ان شاء الله. اعتقد ان انت كده لميت كل حاجه. انت بس جهز محلك واللي انا بقول لك عليه، واي سؤال او استفسار انا نسيت اقوله تحت في التعليقات، وان شاء الله اعمل لك فيديو واثنين وثلاثه لغايه ما تبقى برنس في المجال. لكن كده ان شاء الله اعتقد انت ما عادش ليك حاجه اصلا. انت اول ما تجيب شويه المستهلكات وتحطهم عندك مش هيتبقى لك غير بند واحد، الا وهو لو عرفت تجيب ميكانيكي في محلك يبقى انت برنس. اغلب الناس النهارده سمعت كلامي وقعدت بشوف اعلانات يقول لك ايه، فلان صاحب قطع محل قطع غيار بقى عنده ميكانيكي. ميكانيكي بيعمل ايه يا عم الحاج؟ لا شغال عفشه بس، يعني ايه صيانه دوريه بس. طب يا حبيب قلبي دي مش صنعه. قال لك لا، ما هو يا مولانا ما فيش واحد هيجي عندك يعمل صيانه دوريه من غير ما عمره موتور يبقى شغل المكنه كله عنده. هم عملوا كده وانا فرحت ليه؟ ده برزق للناس، ايه المشكله؟ الناس ربنا يرزقها ويوسع عليها. فلو عرفت تجيب ميكانيكي او انت تتعلم الصناعه يبقى انت برنس، يبقى انت كده خدمت نفسك، والميكانيكي اللي قدامك هيشغلك. وصلى على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.